مش هنعمل فطير شرقي عادي، النهاردة هنعمله بشكل جديد. رولات فطير الشرقي، رولات سهلة وسريعة ومناسبة لأي وقت، غدا أو عشاء أو حتى سناك. يلا بينا ندخل نشوف وصفتنا هنعملها ازاي. معايا هنا كيلو من الدقيق هننزل عليه بذرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر. بعد كده هنقلب الكلام ده كله مع بعض، وهيكون معايا مية من الحنفية، يعني مية عادية جدا ننزل بيها بالتدريج. ويلا بينا نبدأ نعجن العجينة بتاعتنا. ببدأ بالمعلقة كده أبدأ أعجن، وبعد كده هبدأ أعجن بإيديا كده وألمها في الطبق كده، وبعد كده هاخدها على الرخامة مع شوية دقيق وأبدأ أعجن وأخدم العجينة كويس لغاية ما يبقى ده شكل العجينة بتاعتنا. بعد كده هنلفها رول بالشكل ده او نفردها رول يعني، وبعد كده نبدأ نقسمها لقطع متساوية. وبعد كده هاخد كل قطعة وابدأ الفها كورة بالشكل ده. وبعد كده هيكون معايا صينية مليانة زيت، نبدأ نرص فيها الكور ونغرقها كويس او نبطن كل كورة بالزيت، وبعد كده نغطيها ونريحها لمدة ساعة. حشوتنا عبارة عن بصل، فلفل الوان، طماطم وزيتون، ومعانا تونة مصفينها تماما من الزيت. بعد كده هننزل بملح وفلفل اسود، ولو حابين تزودوا بهارات زيادة اللي انتوا حابينه اعملوه. بعد كده نبدأ نقلب الكلام ده كله مع بعض، وبكده تبقى حشوتنا جاهزة. يلا بينا نجيب الفطير بتاعنا. بعد ما ريحناه لمدة ساعة بنفرد الاول كورة بالشكل ده، وبعد كده بسكينة او بقطعة البيتزا نبدأ نفتح بالشكل ده، وبعد كده هدهنها بسمنة نباتي، وبعد كده نبدأ نطبق العجينة بتاعتنا او قطعة العجينة بتاعتنا. وبين كل طبقة وطبقة بندهن طبعا سمنة، وممكن طبعا بدل السمنة نحط زيت، بس اهم حاجة يكون الزيت نوع نظيف يكون لونه فاتح وخفيف طبعا، يعني زي زيت عباد الشمس او زيت الذرة، علشان لو استخدمنا اي نوع تاني هينشف معاكي الفطيرة ومش هيخليها مورقة، وبجد مش هتلاقي النتيجة اللي انتي منتظراها. زي ما انتوا شايفين بعد ما دهنت سمنة ببدأ اطبق العجينة بالشكل ده، ودي اسهل طريقة تورق معاكي الفطير. وبعد كده هنريحها لمدة ربع ساعة. وبعد ما ريحناها يلا بقى نجيب اول كورة طبقناها او اول فطيرة طبقناها، نبدأ نفردها بالشكل ده، ولازم نتأكد من الاطراف انها تبقى رهيفة جدا ما يبقاش فيها اي تكتلات. بعد كده بعد ما فردنا العجينة يلا بينا نجيب الحشوة ونحشي الفطيرة بتاعتنا. وبعد كده بنلم الاطراف ويلا بينا نلمها رول بالشكل ده. وبعد كده يكون معايا صينية مدهونة بالزيت نرص السندوتشات بتاعتنا او الرولات بتاعتنا. وبعد كده بعد ما بترتاح نبدأ نضغط عليها بايدينا وندخلها الفرن، طبعا على درجة حرارة عالية. وبعد ما تاخد لون من تحت ومن فوق بنخرجها زي كده، وبعد كده نغطيها، وبعد ربع ساعة كده او 10 دقايق يعني بتاخدي احلى فطير مورق ومن بره كريسبي ومن جوه طري جدا. والحشوة دي عايزة اقول لكم بجد خطيرة، ممكن تعملوها كمان في مكرونة او في جلاش، يعني بجد حشوة خطيرة. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم لايك كتير وشير كتير. باي باي.